اللي داق عندك هذه الحلوه غيحلف عليها مشريه من اكبر باتيسري. اما الا عرفوك انت لا حضرتيها كوني اكيده ما غيخرجوا من عندك حتى تعطيهم المقادير. هذه الحلوه سهله اقتصاديه، ولكن سرها في مكون واحد رخيص كيعطيها واحد المذاق واعر بزاف. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ليا واحد لايك، ولا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش الاشتراك فعلوا جرس التنبيهات باش دائما توصلكم جديد الفيديوهات. وبسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا غادي نحضروا هذا المكون العجيب الغريب اللي كيعطي الحلوه واحد المذاق مميز ولذيذ بزاف. هذا المكون هو الشوفان كراميليزي اللي عنده بزاف ديال الاستعمالات، واليوم غادي نحضروا في هذه الحلوه. في واحد الكاسرونه غادي نوضع 2 ملاعق كبيره ديال الزبده ما يعادل 100 غرام. بالنسبه للزبده ضروري خاصها يا اما تكون زبده ديال العبار اللي كتكون سبيسيال، يا اما الزبده ديال العلبه باش هذا الشوفان كيجينا بنين. من بعد ما كندوب هذيك الزبده في الكاسرونه غادي نضيف واحد 100 غرام ديال السكر كلاصي اللي ضروري خاصو يتغربل، والسكر كلاصي ضروري خاصو يكون سبيسيال. ملي كندوبوا السكر مع الزبده غادي نسم هذا الخليط بسكر فاني واحد الساشيه ديال 7.5 غرام، والنار دائما كنخليوها منخفضه. ملي كندوب الفاني مع باقي المكونات غادي نضيف واحد 200 غرام ديال الشوفان، وكنبقى كنخلط باستمرار ما كنتوقفوش نهائيا عن الخلط، لانه هذا الشوفان كراميليزي كيكون سريع الاحتراق. النار دائما كنخليوها منخفضه اولا خليوها كيف كنقولوا ميته، وكنبقاو كنخلطوا باستمرار. ما تحيدوش ايديكم من الكاسرونه نهائيا باش ما كيتحرقش لكم. وملي كتشوفوه بدا كيتحمر غادي تكونوا موجدين واحد ورق الطهي اولا شي صينيه، وكيف كنزولوه من النار غادي نوضعوه فوق هذاك ورق ديال الطهي، وكنبقى كنسرح فيه بهذه الطريقه باش من ناحيه كيبرد ليا بسرعه ومن ناحيه اخرى ما كيتكورش ليا. ملي كيبرد هنا غادي ناخذو كنبقى كنفتت فيه بين يديا، كيكونوا بعض الاجزاء اللي كيكونوا ملتصقين مع بعضياتهم كنبقى بهذه الطريقه كنفتتهم. وغادي ناخذ واحد كاس ديال العنبه وغادي نعمرو مزيان، غادي نطحنو وغادي نحتفظ به جانبا. وبالنسبه للشوفان كراميليزي اللي كيتبقى ليا فهو اللي غادي نزين به الحلوه. من بعد في واحد البول غادي نوضع ربعه ديال الزبده ما يعادل 250 غرام. بالنسبه للزبده اولا بالنسبه للحلوه الا بغيتوا دائما الحلوه تجيكم زوينه وبنينه، يا اما تخدموا بالزبده ديال العبار اللي كتكون سبيسيال، يا اما بالزبده ديال العلبه. كتسولون ديما اش من زبده كنخدم بها، كنخدم دائما بلا بريري صراحه كتعجبني وكتجيب بنينه في الحلوه. غادي نضيف واحد رشيشه ديال الملحه، كيس ديال سكر الفانيليا، ونص كاس ديال سكر حبيبات ما يعادل 75 غرام. غادي نخلط هذوك المكونات جيدا مع بعض، ومن بعد غادي نضيف كاس الا ربع ديال الزيت النباتي ما يعادل 120 مليلتر. من بعد غادي نضيف واحد بيضه اللي كتكون درجه حراره المطبخ. دائما ملي كتكون عندي في الحلوه البيض والزبده والزيت كنسبق الزبده والزيت هما الاولين، عاد في الاخر كندير البيض. الا درتو البيض هو الاول قبل من الزيت هذاك الخليط كله بحال كيخسر كيبان مخربق ما كيبغيش يتخلط من بعد. من بعد هنايا غادي نضيف الشوفان اللي طحنته مزيان هذاك الكاس اللي عزلته في الاول، وغادي نضيف القشور ديال البرتقال المعسل اللي فايت لي وشاركتهم معكم في واحد الكيكه ديال البرتقال المعسل وصلصه الشوكولاته اللي عجبتكم بزاف. انا هاد القشور ديال البرتقال غادي نقطعهم قطع صغيره وكناخذ منهم 2 ملاعق كبيره عامرين، وغادي نضيف واحد الفلون بنكهه الفاني اللي كيكون بدون سكر، وغادي نخلط مزيان دوك العناصر. عاد غادي نزيد الدقيق الابيض نوعيه جيده خاصه بالحلويات بالتدريج، وغنضيف واحد الكيس ديال خميره الحلويات ما يعادل 8 غرام. في الاخير كنتحصل على واحد العجين اللي كيكون رطب. العجين ديال الحلوه دائما خليوه رطب، ما تقصحوش بزاف بالدقيق باش الحلوه تخرج لكم رطبه زوينه. بالنسبه لكميه الدقيق اللي استعملتها فهي بالضبط 550 غرام، يعني 5 الكؤوس ديال العنبه اللي ما كيكونوش عامرين حتى الفوق، وواحد نص كاس. هنايا العجين انا غادي نقسمو القسمين وغادي نوضعوه في بلاستيك غذائي وغادي ندخلوه للثلاجه، حيت ملي كنخدموا بالزبده ديال العبار اولا بالزبده ديال العلبه كيطرخى لينا العجين شي شويه. هذا علاش غنخليه واحد شويه في الثلاجه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، عاد مباشره غادي نخدم به من بعد. اما الا خدمته بالمارغرين المارغرين كتخلي العجين قاصح شاد في راسو، ما تحتاجوش نهائيا انكم تدخلوها للثلاجه. انايا من بعد واحد 10 دقائق غادي ناخذ الجزء الاول ديال العجين غادي نمددو ما بين 2 ديال البلاستيكات بواحد السمك اللي كيكون متوسط كيف ما لاحظتوا. وكيف ما تلاحظوا انا كنخدم بالمدلك بهذه الطريقه. هذه الطريقه كتخليني نتحصل على واحد
واحد السمك ديال العجين اللي كيجيني كله مقاد، يعني ما كتجينيش واحد بلاصه غليظه واحد بلاصه رقيقه، كيجي كله مقاد. بالنسبه لهذا العجين راه ماشي ضروري انكم تخدموه بهذه الطريقه، راه ممكن انكم تشكلوه على شكل غريبه، على شكل هلال. انا هكا غادي نخدمو بهذه الطريقه، خديت طابع دائري وغادي نخدم الحلوه ديال هذا المرض بهذه الطريقه. بالنسبه للسمك ديال العجين غتخليوه متوسط، انا ما غاديش ندير حبه فوق حبه باش نرقق العجين، غادي نخدم بالحبه بحال هكذا، غادي نخليها متوسطه بنفس الطريقه. غنكمل هذه الكميه كلها اللي عندي وغادي نوضعها مباشره في اللاطه، وكندخلهم الفرن اللي كيكون ساخن جدا على درجه حراره منخفضه. وردوا ليها البال لا تحرق لكم، خليو دائما الحلوه اللون ديالها كيبقى مذهب وزوين. مباشره من بعد غادي نحضروا الكراميل اللي غنحضر معكم هذه المره بنين 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 بزاف. غنضيفوا ليه واحد المكون على غير المكونات اللي موالفه كنخدمهم معكم. هذه المره الكراميل صراحه جا في هذه الحلوه واعر بزاف. غادي ناخذ واحد كاس ديال السكر بلاص كاس ديال السكر حبيبات ما يعادل 150 غرام، غادي نوضعوه في المقله، والمقله كنبقى نخلطها ولا كنبقى نحركها بديك الطريقه حتى كيبان ليا بان السكر بدا كيذوب. ملي كيذوب كناخذ واحد ملعقه خشبيه اولا سباتول وكنبقى كنخلط حتى كنتاكد بان الحبيبات ديال السكر كلهم ذابوا ليا مزيان. من بعد غادي ناخذ واحد المعلقه كبيره ديال الزبده اللي كتكون نوعيه جيده، غادي نضيفها وغادي نخلط مزيان حتى كتذوب ليا ديك الزبده مع الكراميل. ومباشره من بعد غادي نضيف واحد الكاس ديال الحليب الساخن، ما يعادل واحد 150 مليلتر، يعني بالقياس ديال العنبه. غادي تاخذوا واحد كاس ديال العنبه ديال الحليب، غادي تسخنوه وغادي تضيفوه، وكنبقى كنخلط حتى كنتاكد بانه هذوك التكتلات ديال الكراميل ما بقاوش، يعني كنحصل على واحد الخليط اللي كيكون على هذا الشكل كله متجانس. مباشره من بعد غادي نضيف واحد 60 غرام ديال بودره ديال الحليب اولا هذيك الساشيه اللي كتباع كنظن ب6 دراهم، وغادي نخلط جيدا هاد العناصر مع بعض. هنا البودره ديال الحليب كتعطي لهاد الكراميل واحد المذاق واعر بزاف. الا ما كانش متوفره عندكم غادي تضيفوا واحد 100 غرام ديال الشوكولاته البيضاء. هنايا النار كنخليها منخفضه وكنبقى كنخلط باستمرار باش هذوك التكتلات ديال الحليب ما كيبقاوش عندي. وصافي هنايا ملي غادي تشوفوا الخليط غيبدا يغلي لكم غادي تحسبوا 30 ثانيه بالحساب صافي وغتطفيو عليه. الا فوتوا ليه في الطياب هذا الكراميل غادي يقصح لكم، غادي يولي بحال العجينه اولا غيولي بحال هذيك الطوفيطه اللي كتباع ديال التوفي الكراميل، راه كيولي تماما بحال هكذاك. انا هنا ملي غلا ليا واحد شي شويه غادي نطفي عليه، غنحتفظ به جانبا. هنايا الحلوه من بعد ما طابت كيكون الشكل ديالها بحال هكذا، كيف قلت لكم في الاول ما طيبوهاش بزاف، خليو اللون ديالها كيكون ذهبي. وهذا هو الشوفان كراميليزي اللي عنده صراحه بزاف ديال الاستعمالات، والاستعمال ديالو في هذه الحلوه جا واعر بزاف. الحلوه جات البنه ديالتها بريستيج وزوينه بزاف. بالنسبه لهذا الشوفان راه فايت لي خدمته معكم في واحد الكيكه، كنزينوا به الكيكات، كنزينوا به لي طارت، كنخدموا به في الحلويات، وكنزينوا به الصابلي. كيجي واعر بزاف وما كيتسقمش علينا غالي صراحه، كيتسقم رخيص. وكتحتفظوا به في واحد العلبه ماشي في الثلاجه، يعني غير في البلاكار في الكوزينه، وصافي راه كيبقى واحد المده طويله وكتخدموا به في بزاف ديال الحوايج. بالنسبه للكراميل من بعد ما برد ميكسيتو واحد شي شويه باش القوام ديالو كيجي ليس واللون ديالو كيتفتح. غادي ندهن الحبه ديال الحلوه بشويه ديال الكراميل وغادي نزينها بهذا الشوفان. وكيف ما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديالها. الحلوه كتجي صراحه زوينه بزاف وكتجي لذيذه وهماويه حتى في الحطه. بنفس الطريقه غادي نكمل هذه الكميه كلها اللي عندي، وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه. كنتمنى فعلا انها تعجبكم، والى عجبتكم خليو لي رايكم في التعاليق، وكذلك اذا جربتوها خليو لي الراي ديالكم في التعاليق. ولو وصلتوا لهذه المرحله من الفيديو ما تنساوش يا واحد لايك. الحلوه راه كتجي هشيشه بزاف والطبقه الفوقانيه كتجي مقرمشه. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم مع تشكيله اخرى من الحلويات. مع السلامه.